كشفت التحقيقات الأولية بخصوص فضيحة النقاط مقابل الجنس بالتوان، والتي هزت الرأي العام بالمغرب، والتي جرت مع 5 طالبات وردت أسماءهن في المحادثات المسربة مع الأستاذ أن هذا الأخير مارس الجنس مع إحداهن بمكتبه بالكلية، مستغلا عدم وجود زميله الذي يشترك معه في استغلال المرفق الإداري ذاته. وحسب يوم المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن وضع الأستاذ في القضية يزداد تدهورا بعد إجراء فحوصات طبية على إحدى طالبات الخمسة بأمر من النيابة العامة، اتضح على إثرها أنها فقدت عذريتها خلال علاقتها الجنسية مع الأستاذ، لتنضاف إلى كاهلة تهمته كالعرضر. وأشارت اليومية أن النيابة العامة ومصلحة الشرطة القضائية لا تزالان تعتبران الطالبات لحد الساعة ضحايا هذا الملف، موضحة أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بعد توقيف الأستاذ تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، طالب بفتح تحقيق من أجل بحث ملابسات الفضيحة المتفجرة بالكلية. السلام عليكم، وادعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.